في حضارات كتير قالت ان الشمس بتموت وبتتولد كل يوم، وحضارات تانية كانت بتقول ان الشمس بتتجرى على عربية مولعة بحصان ذهبي بيجري بيها ويسحبها كل يوم من الشرق للغرب ويلف بيها من تحت الارض ويرجع بيها تاني لنفس النقطة اللي هتنطلق منها الرحلة بتاعتها تاني يوم. نرجع لموضوع الارض المسطحة. طب بما ان الارض مسطحة ما بتقعش ليه؟ هنا بس انا حابب اوضح لك ان احنا في الوقت ده ما كانش فيه كلام عن جاذبية ومجرة وكل ده. طلعت الحضارة الهندية بإجابة للنقطة دي، إن الأرض ما بتقعش عشان خاطر متشالة على 4 فيلة ضخمة. طب ده كلام يا جدعان، بس ده كلام يعني. بالظبط كده. طيب بما إن في فيلة ضخمة واقفين، تفتكروا هم واقفين على إيه؟ الحضارة الهندية تسكت؟ بالعكس، ده كملوا قالوا إن الفيلة دي واقفة على سلحفة ضخمة بتعوم في بحر ما لا نهاية، عشان نقفل الكلام في المعضلة دي تماما. يعني ده اخر كلام عندك؟ ومفيش غيره، مفيش امل؟ مفيش زفت. الكلام ده كله ما كانش مرضي اليونانيين، وظهر واحد اسمه الكسندر والتاني اسمه ارتيتيوس. نبدأ بألكسندر. الراجل ببساطة أخد عزلة في مكان وابتدى يراقب حركة النجوم في السماء.